خرجنا عياشه كنطلبوا الملك. الجزائريين خرجتونا الناس كيسبوا الملك. شرحك بالخشيبه ان ناصر الزبزافي الله يطلق سراحه هو السبب لاعتقال ديالو بطريقه مباشره، سبب سباتو الديغاس المخابرات الجزائريه اللي كانت كتدخل اموال لبعض الناس اللي كيمولوا مسيرات في الريف. دليل يثبت لك انه ولد الحراك وعارف شنو وقع في الحراك، لان كلشي كيعرف. لا احتاج لاي دليل باش يثبتني. واحد انت اللي قلتي له انا ما نتيقكش انا باش معتقلين ديزارا بوفون في الجزائر. انا ريفي واش معناها انا ريفي؟ اش معناها؟ انا ريفي معناها باللي راك ضد الملوك، انت ماكش ضد الملوك. الخطابي شكون الخطابي اللي كتهضر عليه دابا؟ شكون هما راه الخطابيات بزاف؟ سواجك يزمطك خاطر زمطك لانك انت زمطيني خطر والله الا خطر زمطيني. جزائري ما كيعرفش الخصوصيه نتاع الريف يطلع عند ود الريف باش يحدد له واش هو ريفي ولا ماشي ريفي. تسمع البغل. السلام عليكم خوتي، فيديو جديد. نرجس كريغلاتي وعثمان الريفي بردعوا واحد الجزائري بغى يعلمهم التاريخ. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تكملوا الفيديو واعطيونا رايكم في التعاليق ونلتقي في اخر الفيديو. شوف راه البلاد عندها قانون. حنايا خرجنا عياشه كنطلبوا الملك. الجزائريين خرجتونا الناس كيسبوا الملك وكيمولوا في المسيرات في الريف. لا ما نقدرش نسب حتى واحد. واسمع راه كنحاول. شوف انا كنحاول نشرح لك بالخشيبات، كنحاول يعني نتواضع معاك باش نشرحك بالخشيبه ان ناصر الزبزافي الله يطلق سراحه هو السبب لاعتقال ديالو بطريقه مباشره، سبب سباتو الديغاس المخابرات الجزائريه اللي كانت كتدخل اموال لبعض الناس اللي كيمولوا مسيرات في الريف بالفلوس. هذا صافي دير الراي نتاعك نتايا، ماشي انا قلت لك انا كنت في الحراك الريفه. بنادم كتهضر معاه بنادم كان في الحراك في المقدمه. انا ما نقدرش صافي دير نامن بهذه الطريقه. لا انا ما قلتلكش امن ولا ما تامنش. فوالا باسكو انت انا شوف كل واحد يهضر كيما. لا اسمع ازرو انا ملي كنعطي لك القصه ديالي اللي هي عشتها ماشي يعاودوها ليا، انا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اش بغيت نقول لك؟ بغيت نقول لك بان ما الحراك ديال الريف والزبزافي ما تعتقلش على الهويه الامازيغيه. هذا كذوب باش نوصلوا للاصل. يعني انا فين بغيت نوصلك ان ناصر الزبزافي ما تعتقلش على الهويه الامازيغيه، لانما انا الى يومنا هذا العربيه تعلمتها في التيك توك، ما علموها لياش العسكر في الريف. نقول لك ديال الازرو عثمان ما محتاجش يبرر لك انه كان في الحراك، لان كلشي كيعرف عثمان كان في الحراك. حتى من ولاد بلادك الجزائريين، حتى من الدائرات الجزائريه كتعرف ان عثمان كان في الحراك. يعني ماشي شي واحد جاي باغي يتلصق اولا كان كيخرج مخبي مع المجموعه. عثمان راه كان كيخرج هو المجموعات ديالو، دونك ما محتاجش انه يعطيك دليل يثبت لك انه ولد الحراك وعارف شنو وقع في الحراك، لان كلشي كيعرف. لا احتاج لاي دليل باش يثبتني. واحد انت اللي قلتي له انا ما نتيقكش انا باش عرفتك انت كنتي باش ما عرفتك ما كنتيش. ما عرفتوش الصح، ما عرفتوش. قالها لك طونك ما تيقتيش سور بارول. قلت لك راه ما يحتاجش هو يثبت لك، لان كلشي كيعرف عثمان شكون. ايوا انا قلت له اثبت لي. لا بالك تشد في الحبس على الامازيغيه. انا النهار كله كنهضر على الامازيغيه الثقافه الامازيغيه. شدوني انا في الحبس وانا في المغرب ملي كنخرجوا نهضروا على الثقافه الامازيغيه وعلى اهميتها. كيجي شي حد يقول لي علاش نرجس هضرتي على الامازيغيه وانت عايشه في المغرب؟ حنايا في الريف شوف حنايا في الريف ما خرجناش على الهويه الامازيغيه، خرجنا على المطالب الاجتماعيه واقتصاديه. حنايا داك القضيه ديال يعني وقع لنا داك الشيء اللي وقع هذاك جنزاد اللي كانوا مولين من برا. المشكل ديال المغرب ما عندوش مشكل مع المغاربه يخرجوا يطلبوا بحقهم. حنايا المغرب ما عمرو منعنا اننا نخرجوا في الشارع باش نطلبوا بحقوقنا. المغرب ملي كيشوف بانما الدوله كتدخل في الشؤون الداخليه ديالها، هنايا المغرب كيجي وكي كل واحد كيديروا في بلاصتو. فهمتي ولا؟ يا راني نفهم. شوف ناصر الزبزافي ضحيه النظام الجزائري بطريقه مباشره خلال هذوك المخبرين اللي كانوا خدامين مع النظام الجزائري. هذا رايك اخويا، يبقى رايي ماشي رايي، هذه حقيقه غير بنادم.
لازم تيمبوزي عليا الحقيقه. ازرو عكس لكم انتم اللي داروا لكم السياسه زيغوري قبايلي، اللي الى يومنا هذا حرقوا لكم الغابه، عوض يشريوا لكم لي كنادير باش يطفيوا لكم الغابه، كيشريوا السلاح البوليزاريو، الجمهوريه العربيه البوليزاريونيه. انا المغرب ما كيدعمش شي حركه وكيسمح في ولادو، فهمتي؟ وحنايا رغم ذلك المغرب ما عمرو دخل عندنا الديور وكيقول لنا لا خصكم تهضروا العربيه. انا الحسن الثاني كان واضح في الديسكور ديالو، قال لك اللهم المغربي يستعمل اللغه ديالو الاصليه ويخلطها مع الدارجه ولا شي حاجه هكا. دونك واحد القبايلي يعني الا انت كتعيش المعاناه مع النظام ديالك غتدبر معاه محاينك، ولكن ما تهضرش عليا انا في المغرب. انا في المغرب عطاني الحريه، المظاهره، اللغه ديالي، الهويه ديالي. انت في المغرب تعيش في السويس. انا كنغرس ايفاون في المغرب في الريف بكل حريه. هكا فوالا، وهذه الحقيقه، هذه الحقيقه. ولكن هضر لي انت على المعتقلين ديالك ديال القبائل، علاش تعتقلوا؟ نعم، علاش تعتقلوا انت يا هذوك القبائل؟ حتى واحد ما اعتقلوش خاطر قبايلي ولا شاوي. مقناش علاش اعتقلوها مقناش؟ مقناش مساس بالهويه الوطنيه ولا كيفاش، ولا بالامن الوطني. اشنا هي مساس بالهويه؟ لا مساس بالامن الوطني. اشنا هو المساس بالامن الوطني؟ كانت كتشكل الخطوره، هزت السلاح. على باليش انا ما هزتش السلاح، ما تشكلش خطوره. ما كانش كتشكل الخطوره، وعلاش اعتقلوها؟ اعتقلوها باسكو بغاو يعتقلوها. شحال كاين من قبايلي الى يومنا هذا؟ اليوم شحال كاين من قبايلي في السجون؟ كاين بزاف. علاش اعتقلوهم هذوك؟ كيمسوا بالهويه الوطنيه؟ ماشي الهويه، الامن الوطني. دابا هذوك القبائل اعتقلوهم لان ما كيمسوا بالامن الوطني. هكذا قالوا لهم، هكذا باش يديهم للسجن. علاش؟ يعني انت متفق مع الاعتقال ديالهم؟ لا 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 ما نتفقش. وعلاش نتفق؟ واحد يعتقل. اذا انت يعني دابا بسيكولوجيكمون، يعني في البسيكولوجيا ديالك، يعني انت مادام ما قدرتيش على النظام ديالك تحاول يعني تلصق يعني نفس المشاكل اللي عندك مع النظام معنا حنايا مع المغرب. هذا المشكل ديالك انت. لا ما عنديش المشكل، ما عنديش المشكل. انت عندك القبائل، شوف انت عندك القبائل كيتعتقلوا لانهم قبائل، سبب الاعتقال ديالهم لانهم قبائل. هذا الشيء ما كاينش في المغرب. هذا هو المكرر. كاينين معتقلين دي زارابوفون في الجزائر. اين بلاصه؟ كاين بزاف. اشنا هو؟ لان هذوك معارضين سياسيين. ماشي معارضين سياسيين، هكذا بغاو كيما كاين اسم طلبات اجتماعيه، طلبات سياسيه. كاين عثمان ça rentre dans le cadre du patrimoine algérien, ça fait partie du patrimoine. tu فهمتي؟ بحال الطوبيس الزرق اللي باغي بوحوت. دونك سي بور سا انا بغيت نقول لك ازرو، يعني لا تقارن ما لا يقارن. الله يرضى عليك، ما تقارنش داك الشيء اللي ما كيتقارنش. ملي تبغيو نتوما تهضروا على الزفزافي، خصكم تعرفوا بان ما الزفزافي ما خرجش على الهويه. ما هضرتش على الزفزافي، ما هضرتش على الزفزافي. لا جبتيه في الموضوع. المهم غير ما تحاولوش يتسمى نتوما الفشل ديالكم تلصقوه حنايا عندنا في المغرب، فهمتي ولا؟ ما كاش فشل، ما لصقتوش في المغرب اخويا. حنايا عندنا المؤسسات مستقله في المغرب، داكور، القضاء مستقل، عندنا الحكومه يعني كيعينها الشعب، وعندها القوانين واضحين، الدستور المغربي واضح، اوكي، والملك هو اللي كيضمن الدستور المغربي لجميع للشعب المغربي. السلام عليكم. القضاء مستقل، فين مشى هرب ازرو وقيلا صافي ما بغاش يجلس معنا مسكين. هو عثمان حاجه اخرى مهمه، ان مثلا هنا في المغرب المنطقه الريف ما ممنوعينش من بعض المناصب، مثلا اريفي هرب سليمان الحكومه. ما عندناش حنا منع ديال مثلا انه في الجزائر قبايلي باش يولي رئيس جمهوريه. جو بونس با يعطيوها له حاليا.
هرب انه هرب يترشح لرئاسه الجمهوريه. هرب. على دينو السلام عليكم. كيفاش سجلوا هذا الاجتماع ديال بوليزاريو، راه كيديروا الاجتماع غلط. دابا راه هو في الاجتماع مع بوليزاريو، واش كيقولوا؟ السلام عليكم، عيد مبارك. الله يبارك فيك يا بوليزاريو. كتدرب هاد الميليشيات يعني شكون؟ بوليزاريو راك معنا ولا؟ في المغرب؟ لا. بوليزاريو مصواب. بوليزاريو واش الجزائر؟ واش تونس؟ بوليزاريو. نتوما ركب لكم العسكر هاد لا نزل بوليزاريو، نزل بوليزاريو، نزل ما بغاش يعرف. راه الداعم ديال المهدي باركه. واه السلام عليكم. كيفاش سميتو هذا؟ حسن. الشرق الاوسط. يا حسن يا عثمان، واش بيك؟ حسن السلام عليكم. الزول حسن. لا زول نرجس، زول عثمان. هو لما الواحد يقول لك قبايلي وينسى القضيه تاعو، ينسى القضيه تاع المعتقلين القبائليين، هما بالمئات، اكثر من 400 واحد، ومنهم 38 واحد راهم محكوم عليه بالاعدام في الجزائر. واش تونس ويجي ولا الجزائر؟ يتكلم على الريف، يتكلم على الريف والجزائر. العصابه الجزائريه فتحت لهم مكتب في المراديه ما شاء الله، واحد 4 فوايوات وقيلا جابوهم من هولندا ولا، فتحوا لهم مكتب تمثيليه للريف. أربعة من الناس. انا ما فهمش كيفاش قبايلي. لو كان جا واحد من وهران راهي فيها مصانع سيارات، فيها المتاحف، فيها ديار الثقافه، فيها كلش. بصح في منطقه القبائل حتى الغاز وصل لنا في 2016 القبائل، بلاد العز والكرامه، بلاد البترول والغاز. في منطقه القبائل الغاز وصل للدشره 2016، ويجي واحد قبيلي نورمالمون يتكلف بالامور تاعو. قال الجزائر راهي حقرتنا الجزائر. اخويا القبيلي، شوف مادام انا كنهضر على الشؤون الداخليه الجزائريه، ما عنديش مشكل ان جزائري يسولني انا في الشؤون الداخليه المغربيه، انا عادي نورمال، انا نجاوبه. ولكن ملي نجاوبه السلام عليكم. عليكم السلام. بصح قضيه الزفزافي لما ترجع قضيه الزفزافي احنا شفناه كلش موثق بالفيديو. الزفزافي اعتدى على مسجد. لا 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 شوف يعني باش ما نديروش البروسي نتاع الزفزافي في العموم يعني الزفزافي ما خرجش على الهويه، على ما يسمى بالهويه، خرج على المطالب الاجتماعيه. السلام عليكم. اش وقع كاينين شي وحدين، كاينين شي خوارج. هذوك الخوارج خرجوا مشاو يعني الجزائر باش يجيبوا الفلوس، باش يبداو يمولوا. يعني دابا الزفزافي اللي كان يجي يحضر المسيره المنصه يعني بالفلوس الجزائريه، ملي كدير منصه في الحسيمه بالفلوس الجزائريه فهذا دعم الخارج من اجل زعزعه استقلال الوطن. ولكن الزفزافي ما على بالوش مسكين. الزفزافي ضحيه ديال هذا يتسمى الانفصاليين والنظام الجزائري اللي بغى يدخل في الشؤون الداخليه المغربيه. ها اللي كاين وصافي. يا عثمان نفس السؤال. التمويل تاع جماعه اللي عندهم تمثيليه دبلوماسيه في المراديه، في قصر كبير في الجزائر العاصمه، هي نفسها اللي مولت الزفزافي اللي حاولت تقسيم الريف ولا كيفاش؟ انا قلت لك دابا هذوك الجهات اللي كيتعاونوا مع الجزائر باش يحاولوا ما يمكن يدخلوا الشؤون الداخليه المغربيه، هما اللي كانوا كيمولوا هذه المجموعه هذه في ايام حراك الريف باش يدخلوا ويحاولوا ما يمكن يكبروا ذاك القضيه ديال الريف اللي كانوا هما مطالب اجتماعيه واقتصاديه من الشعب مغربي من منطقه الريف، وخرجوا معنا الاخوان في جميع المدن المغربيه المطالب اجتماعيه واقتصاديه، بحال داك الشيء اللي وقع في جنزاد، بحال هذوك الاساتذه، بحال هذوك الناس اللي خرجوا جميعا يعني على المطالب ديالهم. ولكن الزفزافه راه 7 شهور في الشارع، وحنايا 7 شهور رانا في الشارع. عتقلنا شي واحد لا نهار اللي تبدنا الحجه بانما كاين ايادي خارجيه، هنايا اتخذ القرار ان الناس اللي عندهم يعني كما قلت لك يعني بطريقه مباشره ومباشره عندهم العلاقات مع النظام الجزائري تعتقلوا. السلام عليكم. باش نكونوا واضحين. جوست سؤال واحد اخر. احنا شفنا الزفزافي، شفنا في فيديوهات خرج لما توفى الوالد تاعو الله يرحمه. الله يرحمه. لا هو كان واضح. شوف هو كان واضح. لا باش نقارن فقط مع النظام الجزائري.
انه لما احمد ويحيى مثلا توفى اخوه، شفناه خرجوه بالليمينوت، خرجوه بالليمينوت باللا جوندارميري. حنا شفنا بزاف حتى طلع في منصه وكان يخاطب في الشعب الريفي، كان يتكلم بالريفيه. احنا لا الشعب المغربي من منطقه الريف الاستاذ، ما كاينش الشعب المغربي، الشعب المغربي من منطقه الريف. فوالا ما كانش جوندارميري، ما كانش شرطه، ما كانش حتى واحد كانت اللي حمايته. احنا شفنا القبايليين راهم في السجون، توفوا الوالدين تاعهم، ما خلاوهم حتى يخرجوا. ويجيك قبايلي هنا يقارن بين النظام والنظام. احنا شفنا في المغرب، شفنا الانسانيه لما المسجون الوالد تاعو توفى، السيد خرجوه حتى تحت الحمايه، تحت الحمايه. ما شفناه بالليمينوت، ما شفنا حتى شفنا حد شد الميكرو وكان يخاطب في الشعب المغربي. هاي لما يجي قبائل يقارن، لازم يقارن الافعال، لازم يقارن الشيء اللي موثوق. ممكن بلاتي الاخ ديال عارف مشكره، بلاتي يا الاخ ديال عارف مشكره حتى يسالي هو وغادي تهضر انت يا عثمان. السؤال فقط باش تاكد لي انه الزفزافي كان خرج وكان يخاطب وكان فيه ميكرو، وخرجوه لما توفى الوالد تاعو، كان تحت الحمايه الشرطه الملكيه المغربيه. حتى واحد ما قاسوا، حتى واحد ما دنا ليه، حتى واحد ما هو اكثر من ذلك. شوف انا نعلموا باللي كاين الاخ ديال عارف مشكره، اسكت صاحبي، نسالي مع القبايلي وغادي تهضر انت. يا واحد كيدير الفيديوهات كذاب، واحد طالع هنايا بغى يعز لينا الكلمه. بلاتي شوف خويا القبايلي، شوف يعني ما يتعلق في المغرب راه ناصر الزفزافي دوز البكالوريا ديالو، راه كيدوز لا ليسونس دابا ومازال راه كيقرا، راه واخا راه هو في الحبس ما كيخسرش الوقت ديالو. داكور، يعني هاد الناس كيقراو يعني عندهم يعني لا بوسيبيليتي انهم يقراو، وكيقرا وجاب البكالوريا. دابا راه هو كيدوز لا ليسونس ديالو داكور في العلوم السياسيه ولا شي حاجه. نتمناو يخرج الزفزافي في المنطقه ديالنا كاملين، يعني باش يمثلنا ونصوتوا عليه، باش يمثلنا مع مسيرنيك في اعلى درجه في البرلمان المغربي، ولما لا يكون مسؤول في المغرب، باش حتى هو يعني بواحد الطريقه قانونيه يدافع على المطالب ديالنا حنايا كمغاربه من هذيك المنطقه. شكرا اخويا القبايلي. دابا غادي نعطي الكلمه للاخ هذا ديال عارف مشكره. تفضل عارف مشكره. الحاجه الاولى السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك، تعيدوا بالخير ان شاء الله. ان شاء الله الناس تعزوا علينا ان شاء الله. والله يا عثمان، انت قاعد تقول باللي انا ريفي. على بالك تقول انا ريفي، واش معناها انا ريفي؟ اش معناها؟ انا ريفي معناها باللي راك ضد الملوك. انت ماكش ضد الملوك، لان الخطابي الريفي. خليني نكمل كلامي ويتكلم. شكون الخطابي اللي كتهضر عليه؟ لان الخطابي، شكون الخطابي اللي كتهضر عليه دابا؟ شكون هما راه الخطابيات بزاف؟ اسمع راه كاين مجيد الخطابي، كاين عبد الحكيم الخطابي، كاين رافع الخطابي، يعني راه كاين بزاف. شكون هذا الخطابي اللي كتهضر؟ خليني نفهمك شكون الخطابي. الخطابي اللي كان ضد الملوك. شكون هذا الخطابي يا صاحبي؟ اشرح لينا شكون هذا الخطابي. الخطابي تاع عائله بزاف كيف سميتهم الخطابي؟ نتكلم لك عليه تعرفوا. خليني نكمل كلامي. زيد يلا اعطينا السميه باش نعرفش على من كتهضر بعدا الاول. الخطابي اللي شتموا الملك وقال له او تكلم عليه بصفته أو من الاوباش. شكون هذا صاحبي؟ شكون هذا الخطابي اللي كتهضر عليه؟ محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انت عارف شكون؟ الاخ ديال عارف مشاكره. يعني انت عارفه، يعني انت عارف شكون هذا الخطابي اللي كتهضر لي عليه؟ يقول له عبد الكريم باه يفهم. ما نقولوش والله، ما نقول له. هو يلعب هكا مستار. ما تعاونوش انا ما نقولوش، ما تعاونيش. انا ما نقولوش. هو يعرف شكون هو الخطابي اللي كان مجاهد وبطل واستشهد على كلمه. كيفاش سميتو؟ اعطيني السميه ديالو. واللي كان ضد خليني نتكلم. واللي كان ضد اعطيني السميه ديالو. واللي كان ضد فرنسا. كذاب، ما كتعرفش والله، ما كتعرف والو. انت كذاب انت. علاش قاعد تهرب؟ علاش قاعد تهرب؟ اكبر كذاب. واسمع اكبر كذاب. اعطيني السميه ديالو. حبيت نسالك، شوف انا حبيت نسالك، خليني نتكلم اخي. كنت معك كذاب صاحبي. واش انا غادي نخلي الكذوب؟ راه انت كذاب رومك صاحبي. الحسن الثاني كيشتم تعرف وقالها من الاول. بنادم راه انت اكبر كذاب. شكون كان يقصد؟ بلاتي انت اكبر كذاب.
ما تقدرش تواجه، كيزمطك خاطر زمطك لانك انت ماكش زمطتيني ريفي. خطر والله الا خطر انت ماكش زمطيني. ريفي، لانك انت ماكش ريفي. انت يا ودي راه زمطيني خطر والله الا النظام المخزني. شوف انا كنستعرف فيه بيك. الزرايه تاع الملوك. شوف انا جاي اسمع فيه الزرايه تاع الملوك. البغل شوف راه انت بغل واحسن بغل يعني. شوف اسمع انت طلعناك معنا حمار يعني. كنتمنى ان نتبع اللايفات ديالنا باش تعقل شي شويه، ولكن كتولي كل مره كتطلع معنا كتولي حمار اكثر من المره اللي دازت. بنادم يعني. انا بغيت نوري لك بان انت اكبر كذاب على وجه الارض. انت اكبر كذاب. شوف كعياشي انت كتربط واسمع يلا والله حتى تنزل لان ما عندكش الملوك. لا شوف الاستاذ ناجز لان ما هذا السيد هذا علاش ما بغاش يهضر معايا بالعقل، لان ما عارف بان ما داك الشيء اللي كيهضر فيه ما عندوش يعني الماده كامله باش يقدر يعني يناقش معايا في هذا الموضوع. لانما ملي كيربط الحسن الثاني مع ايناس عبد الكريم الخطابي، باش ما نقولش تسمى لا سبيسيفيستي، لا مع عبد الكريم الخطابي يعني التنفى من طرف فرنسا في 1926. الحسن الثاني فاش من عام جا الحكم. دوك ملي كتربط لي عبد الكريم الخطابي يا الحمار يا غيور البغل يا سنوس يا كيدار وكتقول لي انا انت ما كتعرفش الريف، هنايا ما كانش الارتباط بين عبد الكريم الخطابي والحسن الثاني يا غيور يا زيد البقري البقريه يا غيور يا ساردونه يا كيدار. ملي كنقول لك فريني راه باش نعاونك يا غيور باش ما تبينش في الكيست انك حمار. راه انت ما كتجي عندي انا كتقول لي راه انت ما كتعرفش الريف، راه انت ماشي ريفي يا غيور البقري. ملي كتقول بان راه الحسن الثاني خاطب في منطقه الريف عبد الكريم الخطابي اللي هو تنفى في 1926. الحسن الثاني فوقاش جا الحكم يا غيور يا كيدار يا فوناس. انا نزلتك من الكيست فقط باش ما نبينكش حمار اكثر من داك الشيء، لان ما غادي بلا بلا بلا. كونغستار تفضل كونغستار تفضل. غير عثمان قبل ما يبدا الاستاذ الدكتور بروفيسور كونغستار كيجيني من الغباء ان جزائري ما كيعرفش الخصوصيه نتاع الريف يطلع عند ولد الريف باش يحدد له واش هو ريفي ولا ماشي ريفي. اسمع البغل في الريف ما عندناش ديك القضيه نتاع ازمه الهويه او حتى واحد ما كيعرف راسو. كل واحد كيعرف قبيلته كتعرفو، كيعرف جدو شكون هو، كيعرف جدو 16000 شكون هو. ما تالفش بين جدودو ما عارف شكون هو جدو الاول ولا شكون هو جدو الثاني ولا شكون هو جدو الثالث، حيت من نهار خلق في هذه الدنيا وجدودو كاينين في هذيك الارض. من نهار خلق في هذه الدنيا وقبيلته كاينه في هذيك الارض وشاده بلاصتها. في الريف ما كنبيعوش الاراضي، كل واحد محافظ على اراضيه ومحافظ على الدشار ديالو، كل واحد كيعرف راسو. ما غتجيش نتايا خامج كنعيف ملي كنشوف قرانكم كيجبدوا الريف على فمهم، كتعيفني. وعاد تزيد تكملها تجي عند واحد ريفي وتقول له ريفي الحار ويجيب لي الحر. الله طيب بابك مصيبه، عيفتيني على الصباح وانا يلاه ضربه كاس قهوه. المهم خوتي كي جاكم الفيديو عطيونا رايكم في التعاليق، واش بردوا لكم القلب ولا لا. انا بالنسبه لي بردوا لي القلب. ما تنساوش تعطيونا رايكم في التعاليق. السلام عليكم ونلتقي في فيديو جديد ومع السلامه يا مغاربه.